السلام عليكم. في جزيرة اسمها جزيرة جرينلاند، بتقع جنب أمريكا الشمالية اللي فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وشمالها القطب الشمالي المتجمد وجنوبها المحيط الأطلنطي. إيه أهمية الجزيرة دي؟ وهل هتكون مصيرها زي مصير فنزويلا؟ تعالوا نشوف الأول. امبارح اتكلمنا عن إن أمريكا بالعملية العسكرية اللي عملتها في فنزويلا، خطف الرئيس الفنزويلي هو وزوجته من قلب أوضة نومهم، هتبقى كده أمريكا أمنت نفسها من أكبر احتياطي نفط في العالم، ومش هتبقى محتاجة أي نفط لمدة سنوات من الشرق الأوسط، سواء السعر عالي أو الإمدادات اتعطلت. وترامب طلع امبارح وهدد كذا دولة في أمريكا الجنوبية، منها المكسيك وكوبا وكولومبيا، وإنه هيغير النظام فيهم. من فترة كده حصل خناقة كبيرة بين أمريكا وبين الصين على الرسوم الجمركية اللي فرضها ترامب على البضاعة الصينية. قعدوا واتفاهموا، وساعتها الصين لعبت بكارت المعادن النادرة اللي بتسيطر على أكتر من 80% منها، واللي بتدخل في صناعات مهمة واستراتيجية زي الأقمار الصناعية والطائرات وصناعات عسكرية أخرى. وأهم حاجة بتدخل في الصناعة اللي أمريكا مهيمنة عليها بالكامل، وهي الذكاء الاصطناعي. ساعتها قعدوا وتم التفاهم، ورجع ترامب فرض تاني رسوم جمركية على البضاعة الصينية. وساعتها كان بيعمل اتفاق مع بوتين إن هو هيوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وبوتين هياخد كل المكاسب اللي هو عاوزها، وأمريكا هتاخد المعادن النادرة اللي تخصها في أوكرانيا، وكده تبقى هربت من ضغط الصين عليها في الجزئية بتاعة المعادن النادرة. نرجع لجزيرة جرينلاند. دي جزيرة تابعة لدولة الدنمارك أو مملكة الدنمارك، وبتحكمها حكم ذاتي. حاولت أمريكا أكتر من مرة إن هي تسيطر على الدولة دي وتاخدها، لأن الجزيرة دي غنية جدا بالمعادن النادرة والموارد الطبيعية والبترول. وطبعا ساعتها أمريكا فشلت في الموضوع ده. اليومين دول أثار كلام كتير وأثار جدل كتير إن الدور اللي جاي على جرينلاند. طب هيحصل إيه لو سيطرت أمريكا على جرينلاند أو عملت معاها نفس اللي عملته مع فنزويلا؟ هيبقى عنده نفط فنزويلا والمعادن النادرة بتاعت جرينلاند، يبقى عنده الطاقة والتكنولوجيا اللي يكفوه 100 سنة قدام. يعني مش محتاج أي حاجة من باقي دول العالم، يعني يعتبر بيفصل الجزء الغربي اللي فيه الأمريكتين وجرينلاند عن باقي العالم كله. نيجي بقى ونشوف الموضوع ده هيأثر على مين، ونشوف هيخلي ازاي دول تصارع وتبدأ بعد ما كانت في صعود تبدأ يحصل لها مشاكل كبيرة جدا ومشاكل استراتيجية. وأولهم الصين اللي هي من أكبر المستوردين في العالم للبترول. ساعتها لو حصل وارتفع سعر النفط وحصل مشكلة في الإمدادات بتاعته بسبب الحرب اللي هتحصل في إيران، ساعتها الصين هتتأثر جامد. وما ننساش إن دي مصنع العالم، وطبعا احنا شايفين منطقة الشرق الأوسط عاملة ازاي. وساعتها حرب روسيا وأوكرانيا هتكمل، وساعتها أمريكا هتسيب دول أوروبا تضرب في روسيا، وروسيا تضرب في دول أوروبا. وتعالى بقى للشرق الأوسط اللي مش محتاج أصلا حد يولعه، اللي مليء بالصراعات. مش بعيد أمريكا تدي الضوء الأخضر لإسرائيل وتضرب إيران بقنبلة نووية تكتيكية، اللي هي القنابل النووية اللي بتأثر على منطقة محدودة مش محافظات أو مناطق كبيرة. وساعتها طبعا إيران هتطلع تلوش، وأمريكا هتسحب قواعدها من الشرق الأوسط، ويبقى عندها كل اللي يكفيها، وتدعم إسرائيل بأساطيل أو بحاملات طائرات، وتسيب الدنيا كلها تولع وتضرب في بعض، وتبقى زي ما هي وأكتر كدولة عظمى بتهيمن على كل حاجة. وكل اللي ناقصها كان الحاجتين دول وخدتهم، وقاعدة هناك ومحدش يقدر يهددها ولا حد يقدر يعمل حاجة. علشان يبقى المشهد اللي احنا بنحكيه ده حرب عالمية تالتة قايمة بقالها سنتين أو أكتر، واحنا لسه في صراعات، والمسلمين والعرب عمالين يضربوا في بعض. طب احنا كدول عربية في الحرب العالمية الأولى والتانية كنا دول محتلة ومستعمرة. ساعتها خدوا خيرنا ورجالتنا وجنودنا وسخروهم لحسابهم في الحرب،